طبعا يا جماعه النهارده جايب لكم فيديو مهم جدا، لكن قبل ما ابدا الفيديو اللي معانا النهارده انا بتوجه بالشكر طبعا لكل اخواتي وكل اصحابي على دعمهم المتواصل على كل الفيديوهات. كل واحد طبعا يا جماعه بيكتب لي تعليق بيحسسني طبعا، يعني مش مجرد احساس، هو بيعرفني قد ايه ان انا بتكلم مع ناس مثقفه ومع شعب حضاري ومثقف، عارفين يعني ايه التقارب الشعوب من بعضهم. وبعدين خلي بالكم يا جماعه، بعض التعليقات اللي الناس بتكتبها دي انا بتعرفني حاجات كتير قوي يمكن ما كنش واخد بالي منها في الفيديو، وبالاخص كمان بتعرفنا ان احنا نبقى ايه يا جدعان، زي عيله واحده، اسره واحده، شعب واحد. النهارده يا جدعان كلنا عارفين ان احنا طبعا في شهر رمضان الكريم، اعداء الله علينا وعليكم بالخير ان شاء الله. كلنا بنشوف المشايخ في الوطن العربي بيتكلموا، كلنا بنشوفهم بيعملوا طبعا لقاءات دينيه، بيعملوا طبعا خطب دينيه، حاجات من دي. لكن النهارده يا جماعه معايا مشايخ وعلماء الوطن العربي بيتكلموا عن المغرب بتبقى عامله ازاي في شهر رمضان، والاجواء بتكون عامله ازاي في شهر رمضان. هنشوف يا جماعه مع بعض النهارده علماء في الوطن العربي اتكلموا وقالوا ايه عن المغرب في شهر رمضان. بس هسيب الحكم لحضراتكم، ويا ريت يا جماعه الكل يشاركنا بارائه على الفيديو، لان طبعا بحب اسمع اراء الناس واشوف كلامها بيقول ازاي. يلا بينا نشاهد الفيديو. المغرب بلد مسلم عربي فاضل خير، حتى بقسمي عرب واخواننا الامازيغ كذلك، والامازيغ لهم تاريخ عظيم في نصرة الاسلام وحمايته، وفيهم حتى تصوروا معي يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا عجيبا. أنا لا أريد أدخل في هذا الباب، لكن المغرب كله خير، وأنا أعرف فيها مجموعة من خيرة العلماء الصالحين الأبرار الأتقياء الأنقياء، الذين لهم فضل مع علم وخلق ولطف وأدب يعني. وقد زرتم في جامعاتهم والتقيت بهؤلاء الأساتذة الأخيار، في جامعة محمد الخامس، في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في جامعة مكناس، في جامعة يعني فيها خير كثير. وعلى إخوتي وعلى الطيبين في هذا البلد الخير، البلد الطيب الذي حصن من حصون الإسلام وله تاريخه المشرق في خدمة هذا الدين، جامعة القرويين، جامعة خرجت العلماء والفقهاء والمحدثين والأخيار. أي نعم، أقول أسأل الله أن يوفقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في ساحة مسجد عظيم رائع مليان روحانيات، مسجد الحسن الثاني في كازابلانكا دار البيضاء. إيه المكان الرائع اللي أنا فيه ده؟ وإيه الروحانيات الرائعة، وإيه حلاوة المسجد اللي أنا دخلت وصليت فيه. المكان ده بالساحة بتاعته بيتملي في رمضان بشر، كل ده بيبقى عامل بشر. والجميل إن هو على البحر على طول، فهو جزء من البحر. والعجيب يا جماعة إن المسجد دون اتبنى بمشاركة أهل المغرب كلهم، يعني مش الملك اللي دفع الفلوس، ده حصل اكتتاب عام بين كل أهل المغرب عشان يتبني مسجد عظيم بساحة رائعة تسع عشرات الآلاف من المصلين. ولو شفتوا المنظر في رمضان هتلاقوا عشرات الآلاف من المصلين بيصلي فيه. أنا صليت فيه النهاردة، صليت فيه الظهر والعصر في أول يوم من رجب. أما روحانيات رائعة بشكل، أما حسيت بحلاوة وطلبت وصليت ركعتين في المحراب، لأن المسجد من جوه ضخم جدا. الحمد لله. أما المغرب ده بلد جميل بشكل، وأما أهله قلوبهم رقيقة بشكل ومحبين للإيمان بشكل. أنا الحقيقة في غاية السعادة وأنا موجود النهاردة في المغرب. أريد أن أقول للشعب المغربي هنيئا لكم بأمنكم، هنيئا لكم بوطنكم، هنيئا لكم بنقاء مدنكم. يعني أول ما لفت انتباهي وهبطت الطائرة يعني على أرض المغرب الشقيق، سبحان الله، لاحظت نظافة الشوارع، ونظافة الشارع يدل على نظافة القلوب، ونظافة القلوب تدل على التدين الحقيقي لهذا الشعب. فهنيئا لي أنا شخصيا أن الإنسان له معالم في حياته، ليه معالم كثيرة في حياتي،
سوف أعتبر هذه الزيارة معلما كبيرا أن التقيت بأحبتي وأبنائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أنا أريد أن أقول جزا الله خيرا أصحاب الدعوة، وشكر الله للجهات المختصة التي يسرت هذا الأمر. نحن بخير طالما أننا نتبع سنة نبي الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الملتقيات التي تقربنا من بعضنا البعض والتي تجعلنا نقترب أكثر من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كلمة من كلمة يحارب سيد الخلق عليه الصلاة والسلام سواء بمنع مثل هذه المؤتمرات التي فيها الخير أو يحارب تشريعاته عليه الصلاة والسلام. يعني نحن لا يجب أن نلتفت إلى مثل هذه الأمور، ونحن يجب أن ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ومتتبعين في ذلك هديه عليه الصلاة والسلام كما سمعنا من العلماء. بارك الله فيك. شكر الله. شكر الله. السلام عليكم. يقاس المرء بعمله، فهو محسن إن أحسن ومسيء إن أساء، غير أن لا نملك أن نلقي حكما كهذا على أمة كاملة أو شعب بأكمله. وجود ثمرة فاسدة في بستان لا يعني أن تقطع كل الأشجار. في كل مكان هناك الصالح والطالح، والله لم ينصب أحدا من البشر ليصنف الناس ويحكم بصلاح هذا أو فساد ذاك. قد يحلو لبعضهم الحديث عن الفساد في المغرب، لعله ما جاء إليها إلا بحثا عنها، ولو سأل عن معاهد التعليم ودور العبادة ومراكز القرآن لوجد ما يبهره. المغرب فيها ما يزيد على 34 مليون نسمة من الفضلاء والعلماء والنبلاء، من الرجال والنساء، فاختصار هذا الشعب في مجموعة صغيرة من أهل المعصية والفساد طريقة يأباها أهل الشهادة والإنصاف، لكن الإنصاف عزيز. قبل سنوات عقدت مسابقة للقرآن الكريم عندنا في البحرين باسم مسابقة القارئ العالمي. أغلب الجوائز حصدها شباب المغرب في أغلب الفروع. وقتها قلت عن هذا المشهد تسونامي مغاربي، أقولها وأنا متيقن لو رفع القرآن من صدور أهل المشرق فلا تخف، ستجده في قلوب أهل المغرب. من الصعب علي بأني في هذه الدقائق اليسيرة أستحضر كل ما سطره التاريخ عن مواقف أهل المغرب، فدورهم في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل. فمن نشر الإسلام في أدغال أفريقيا، ومن أوصل الإسلام إلى ربوع أوروبا، سلوا روما وبرلين وإسبانيا وباريس، من أسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الإسلامية، ستجدهم أهل المغرب بجانب إخوانهم من أهل ليبيا وتونس والجزائر. هذه الشعوب المغاربية، أقصد المغرب الإسلامي، كلهم على ثغر عظيم لنصرة الدين. قديما وحديثا أرض المغرب أنجبت علماء برعوا في كل مجال، منهم الفقهاء والمقرئون وعلماء الإسلام. أنا لما أذكر المغرب ما يجي في بالي إلا علماؤها: النحوي أبو علي القالي، والفلكي الحسن المراكشي، والقاضي عياض فقيه الإسلام، وابن الطيب الشرقي، وابن غازي الفاسي، ومحمد بن إدريس العمراوي، والمحدث المفسر ابن رشد السبتي، وشيخ مشايخنا الرحالة محمد تقي الدين الهلالي، وشيخ مشايخنا العلامة الحافظ الكبير المحدث عبد الحي الكتاني الذي بلغت مؤلفاته أكثر من 250 مؤلف. الواحد يذكر من ويترك من، وأنا بحمد الله مما أتشرف به أنه يجمعني بعلماء المغرب نسب علمي، فإسنادي يتصل بعلماء وأعلام وفقهاء المغرب عن طريق كوكبة من المحدثين، وعلى رأسهم الشيخ المعمر عبد الرحمن الكتاني، والشيخ محمد أمين أبو خبزة رحمه الله، والشيخ محمد البقالي الطنجي، وشيختنا ومجيزتنا الشريفة كنزة بنت محمد المهدي الكتانية رحمها الله، وغيرهم. هذه المغرب التي أعرفها. أنا في المغرب أبحث عن علم فأجد العلم، وغيري يبحث عن أمر آخر فهذا شأنه. نحن نعرف بلاد المغرب وأهلها، بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم. لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراك ما جامعة القرويين.
أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري، وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب. فهذه الجامعة هي أول مؤسسة علمية اخترعت الدرجات العلمية والكراسي العلمية المتخصصة في العالم، فلها كان السبق، وكانت هي حاملة المشعل، ومنها انطلقت البارقة الأولى. فإن تعجبت من الأولى فتعجب من الأخرى، بأن من شيدها سيدة مغربية هي فاطمة الفهرية. المغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل. كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية لحفظ القرآن وتعلم الشريعة. وحتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله، يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. وحيث نظرت في المغرب على مد بصرك تستوقف نظرك قباب المساجد والمآذن، وهي وقت الصلاة ملأى بالمصلين والذاكرين. أما مساجدها في ليل رمضان فلها حال أخرى، تكاد تظن أن نجوم السماء قد نزلت إلى الأرض، فهي مزدحمة بفضلاء المغرب ونبلائها وعبادها، في منظر تقشعر له أبدان الموحدين وترق له قلوب المؤمنين. أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب، أزعجونا بالحديث عن أهل الفساد في المغرب، وما حدثونا عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. وفي ختام هذه الكلمة، إن كانت لي من نصيحة لأهل المغرب ولغيرهم ممن ابتلوا بالفساد والمجاهرة بالذنوب والعصيان، لا تسيئوا إلى شعوبكم بفعلتكم، فتلك شؤم المعصية. فئة قليلة شاذة تجاهر بالمعصية تجرئ مفلسا لا يسوى فلسا على أن يسيء إلى أمة فاضلة بأكملها. حياكم الله يا أهل المغرب، تساميتم عن كل مسيء، فسهام الباطل لا تجد طريقها إلى نفوس أهل الحق. الله يتولاكم، وما كان الله ليضيع أجر المحسنين. طيب المغرب في أشياء متميزة، تعرف حتى الشاي المغربي له طعم. المغربي إذا جاك يصنع لك الشاي قصة ورواية، يأخذها أمامك ويحدثك، وحتى شيء. الحمام المغربي، المطعم المغربي مرة من المرات قفز إلى المطعم الأول في العالم. المغرب مثل ما قال عبد الله الفيصل رحمه الله، اشتقت المغرب وأنا توني جاي، الله يصبرني على حر شوقي. المغرب يقول شاعر عربي: يا مغرب الأوفياء افخر فما بلد إلا تمناك أما واشتاك أبا، وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لو كان طلق المحيا يمطر الذهب، والليث لو لم يصد، والشمس لو نطقت، والدهر لو لم يخن، والبحر لو عذب. جمال الطبيعة والطبائع، الإنسان والمكان في المغرب شيء، وهي ملفى للحضارات وحاضنة للوافدين. حتى إدريس الشريف لما نزل احتضنوه الأدارسة، العلويين، السعديين، المرابطين، الموحدين، وهم يعني أمة مضيافة، وطبيعتهم طبيعة حضارية، لأن الحضارة تركك الطباع، ولذلك بينهم تآلف وتصالح وتجانس داخلي، مذهب سني مالكي، وممنوع عندهم سب الصحابة، وهذا من الفضائل. المغرب تانس بالإنسان والمكان والطبيعة وجمال، ولذلك سكن كثير من الأعلام في المغرب. أنت تشوف علامة من أكثر الناس الذي تجدهم في المساجد المغاربة، والحج والعمرة تجد من أكثر الوفود تجد في المغرب. المغاربة عندهم القرآن اهتمام خاص، ترى من عهد الموحدين المرابطين. أنا زرت دول كثيرة، بس المغرب البلد الوحيد الذي الإمام عندهم يقرأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب حزب، يعني نص جزء في الصبح وجزء من الأوقاف. نعم، من الأوقاف. ولذلك سائق التاكسي في المغرب ترى قد يرد إذا قلت يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، يمشي معك ترى، لأنه من الصغر وهم يحفظون، وفيهم حفاظ كبار، وحتى حصلوا على الجوائز العالمية. طبعا يا جماعه كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.